السلام عليكم. وحشتوني يا رب اكون انا كمان وحشتكم. بص بقى، انا جايه اتكلم معاكم كلمتين كده من القلب. البروجر شريف نصار، الله يرحمه، الله يرحمه. آه انا عايزه اقول لكم ان انا ما كنتش اعرفه، بس شفت فيديوهاته اللي هو كان منزلها. حاجه محترمه قوي، حد بيتكلم في حاجه محترمه وان احنا ممكن نستفيد منه. ايه لازمة بقى الناس تتنمر عليه؟ طب انت قول لي كده وجهة نظرك، انت كنت بتتنمر على ايه؟ كنت بتتنمر على شخص محترم بيتكلم معاك في محتوى ديني ومحتوى اخلاقي، وبيتكلم معاك في نصايح دينية ونصايح محترمة. طب بتتنمر عليه ليه؟ ايه وجه التنمر؟ يعني خد ودي معايا كده وقول لي ده انا بتنمر عشان كذا. انت تعرف ان التنمر ده وصله لان نفسيته تبقى زي الزفت، وان هو يروح ضحية التنمر. ويعني اقول ايه، بس اقول ايه، هنرجع نقول ان عمره كده. الشخص يا جماعه اللي ما يعجبوش محتوى ما تتفرجش عليه، ما تتفرجش. اقلب، سهل قوي والله. انت لو حطيت صباعك على الشاشه ورفعته كده لفوق هيجيب لك اي فيديو غيره اتفرج عليه. بس بلاش تتنمر على حد وتقول له كلمتين يحرقوا دمه وتبقى سبب في انه هو يكره نفسه لدرجه انه هو يفقد حياته. تصوروا الموضوع بيوصل لدرجة ايه؟ متتفرجش عليه يا عم. الحاجة اللي ما تعجبنيش ما اشوفهاش، اشوف غيرها. بس يعني احط لساني جوه بقي وما طلعش كلمة تحرق دم حد. يعني ايه التعليقات اللي ممكن تتعلقها لحد تبوظ نفسيته؟ انت استفدتش ايه؟ استفدتش حاجة. انا عايزة اقول لكم على حاجة، الناس اللي احنا نرتاح لهم نتفرج عليهم. اصل مش كل الناس بترتاح لك. يعني انا مثلا في ناس ما بترتاحليش. انت مش مغصوب تتفرج عليا، مش مغصوب والله ابدا. اي نعم، تزيدني شرف لو شفت حاجه او كده وعايز تعلق علق. في حاجه عندي ما بتعجبكش مالكش دعوه، ما تقوليش حاجه تضايقني او تزعلني. ملهاش اي لازمه. ايه لازمه ان احنا نقعد نجرح في بعض؟ ليه نجرح في بعض؟ اللي ما يعجبنيش ما اتفرجش عليه. في ناس ما بيعجبهاش وما بتدعمش وبتتفرج غير على الفيديوهات اللي هي كلها هق ورق وشخاليل وكلام في خارج والفاظ خارجه، واللي طالعه لابسه مش عارف ايه، واللي مغطيه اكتر من اللي مبين حاجه كده يعني. الا من رحم ربي. ده اللي انت عايز تتفرج عليه براحتك، انا مش هقول لك ما تتفرجش عليه، اتفرج يا عم. هو انا همسكك واقول لك اتفرج عليه غصب عنك؟ لا، ما تتفرجش. اما كلامي ما يعجبكش وما يريحكش اقلب الشاشه على طول. اقلب، ما تقعدش تضايق نفسك. انا ما بحبش ان انت تتضايق، بس في نفس الوقت ما بحبش انك تضايقني، لا انا ولا غيري. لا انا ولا غيري. انا بتفرج على فيديوهات كتير، مش كل الفيديوهات اللي بتفرج عليها بتعجبني. فيديو شفته ما عجبنيش ما بعلقش، بقلبه واشوف غيره واشوف اللي يعجبني بقى، واللي يناسب تفكيري واللي يناسب دماغي واللي على هوايا. لكن ما بعلقش واكتب كلمه لحد اضايقه او احرق دمه. اما بشوف مثلا فيديو كده ولا كده انا مش عاجبني، خلاص اقلب. اتابع الناس اللي انا عايزه اتابعهم وحاسه ان انا هستفيد منهم. هم ما بيغصبوش عليا اتابعهم، انا بتابعهم لان انا بستفاد منهم. انت مش عايز تستفيد دي حاجه براحتك، بس طالما ان انت مش عايز تستفيد ما تضرش غيرك، ما تضرش غيرك بالحاجات اللي احنا بنعملها دي. تخيلوا ان الاستاذ شريف بعد ما توفى فيديوهاته بقت ماليه السوشيال ميديا. ليه يا جماعه؟ ليه احنا ما كناش فرحناه وهو موجود وعايش؟ ما كناش نفرحه ليه بالتعليقات اللي احنا بنعلقها دلوقتي؟ بتعلقوها لمين؟ ما هو مات. انتوا بتعلقوها لمين؟ بتعلقوها لواحد مات؟ ما كنت علقتها له وهو عايش كان فرح. هو احنا ما يعرفش نكرم حد او نقول عليه كلمه حلوه غير لما يموت؟ زي ما بيقولوا كده في المثل، لما راح المقبره بقى في بقه سكره، ولما كان موجود كان اخس عليه. لو سمحتوا يا جماعة، لو سمحتوا، بعد إذنكم، بعد إذنكم، أمانة، أمانة في رقبتكم. الفيديو اللي ما يعجبكش ما تعلقش عليه، ما تعلقش. قلب كده على طول وامشي. ما تبقى السبب في أذية حد وحرق دم حد. أكتر حاجة ممكن تبهدل البني آدم وتجيب خبره وتنهي عليه نفسيته. تخيل نفسيته بقى أما حد يقول له كلمة كده ولا كده. أنا عن نفسي أنا جربت. أنا في ناس اما بفتح اللايف بتخش تقول الفاظ ما ينفعش ان انا حتى مش اعلق عليها، ان انا اشوفها بعينيا.
ما بعملش اي حاجه غير اني بحذفهم من اللايف بس. انت ليه بقى ليه تحط نفسك في ان انا بيني وبين نفسي حتى ادي عليك؟ حتى لو بيني وبين نفسي، ما انت حرقت دمي. ما انا ممكن اقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ممكن اقول لك اي حاجه. يبقى ليه؟ خلينا نبقى حلوين لو سمحتوا كده. خلي الكلمه الحلوه يبقى ليها مقابل حلو، والحاجه اللي ما تعجبنيش ما علقش عليها، اريح نفسي منها خالص. مش هخسر حاجه ولا هكسب حاجه لما احرق دم. يا ريت يا جماعه لو سمحتوا نتعامل مع بعض بمنطق الانسانيه، بمنطق الانسانيه لو سمحتوا. والكلمه الحلوه حلو، مش عايز تقول كلمه حلوه ما تقولش، بس ما تقولش كلمه وحشه. سلام عليكم.